نحن ماضون الآن بقرار، سواء اللي مكتوب الآن أمام أنظار السيد رئيس الجلسة أو الطلبات اللي تفضلت بها جنابك الأولى اللي هي تتعلق بإنهاء تواجد القوات الأجنبية بشكل عام بإجراءات عاجلة ووضع ترتيبات لذلك، أو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة اللي تتعلق بحصر عدد القوات ومهامها والتفاصيل اللي مذكورة في رسالتك. إخواني، اليوم الحضور شيعي، واسمحوا لي أن أتحدث بصراحة. كنت أتمنى أن يكون لا إخوان بس اسمعوني. أنا قاعد أتحدث معاكم مو للإعلام. أوقفوا كل الإعلام، أطلب من السيد رئيس الجلسة أوقف كل الإعلام. كنت أتمنى أن يكون كما اعتدنا في الفترات السابقة وطيلة الصعاب اللي مرت على العراق أن يكون القرار عراقي. اليوم أنتم الأخ الأكبر ويتحمل مسؤولية الجميع. تتحملون مسؤولية أبنائكم وأخوانكم وأخواتكم من الشيعة ومن السنة ومن الكرد ومن الأقليات في كل أنحاء العراق. الله يسلمك. إذا تسمحوا لي، دولة الرئيس إحدى الخطوات اللي قد يتخذها المجتمع الدولي هو إيقاف التعامل المالي مع العراق. وأرجو من جنابك أنها أيضا توضح للأخوات والأخوة النواب، قد لا نكون قادرين على الإيفاء بالتزاماتنا المالية أمام مواطنينا في أي لحظة. أنا أطلب من المجلس التصويت على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء، لأن هو لو اليوم